هو يا بنات ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم فيديو جديد، فيديو مش مهم قوي يعني مفيهوش معلومه ولا ماسك ولا اي حاجه ولا مشتريات ولا الحاجات دي. هو فيش بس هو منتشر كتير جدا على اليوتيوب فحبيت اعمله. من كام يوم شاركتكم بوست شنطتي هوريها لكم على الفيس. حطيت الصوره. اول حاجه دي شنطتي جايباها من فورتين، كانت ب160 جنيه. كان في منها الوان كتير بس انا حبيت دي اكتر. زي ما انتم شايفين بيج وكحلي غامق شويه من بيتي وفيها حاجات جولد. حبيت اول ما شفتها جبتها على طول. حبيت كمان النظام بتاعها، الجلد بتاعها متخيط كده زي ما انتم شايفين، مربعات صغيره ومربعات كبيره. هفتحها دلوقتي واوريكم ايه الموجود فيها. هطلع اللي يطلع معايا يعني، مش مش هختار. اول حاجه جبت المحفظه دي، انا لسه جايباها جديده، انا لسه جايباها من كام يوم بس لقيتها لايقه جدا على الشنطه فحطيتها فيها. انا جبتها يعني صدفه، فهي لسه جديده، انا ما حطيتش فيها حاجه. هوريها لكم التقسيمه بتاعتها. برضو تعتبر برضو من مشتريات في شهر مارس. هي دي عجبتني. هحط هنا مثلا البطاقه وكارت النادي واي تي ام، وهنا بقى كده كروت، في هنا برضو كروت كده، كروت بقى محلات الحاجات دي. هنا ممكن احط ورق يعني فاصل بين هنا وفاصل بين هنا. هنا بقى تحطي الفلوس او الكوين واسعة. حبيتها دي عجبتني، حبيتها كمان اكتر عشان لقيتها لايقة على الشنطة، فهحطها في الشنطة وهتبقى هتبقى للشنطة. وفيها كمان دي حلوة، هي سادة يعني، هي سادة مفيش حاجة خالص. عشان كمان الشنطة فيها اكسسوار سوري، فمش هحط يعني اي اكسسوار. انا ممكن احط مثلا لو جه في طريقي مثلا فيونكة، بس مش عايزة برضه ابوظ الجلد لان الجلد بتاعها متخطط كده، فانا بحب الجلد ده. في ايه تاني؟ اه نضارة شمس. هوريكم وافتحها لكم، هوريها لكم. هي دي، في هنا كده من جنب. حلوة جدا بحبها. انا بحب ال... الشكل ده، بحبه يعني، بحب الستايل ده يعني. في حاجات مربعات كده ما بتلاقيش على وشي فحبيت دي اكتر. كان في بقى هنا اشكال، بقى في اشكال من ده بس انا جبت ده احسن. احلى واحد كان هناك. في تليفوني جرابه بينك انتوا شايفين. في ايه تاني؟ اه ده بقى لسه جايبه وانا جايه وفوجئت بيه دلوقتي في الشنطه، انا كنت ناسيه خالص. شوكليت، انا معرفش ان هو ده اصلا، ما جربتوش قبل كده. إيه، الواحده كانت ب12 جنيه مستورده من مش عارفه فين. لا مش عارفه، مش قاريه فين. لا مش لاقيه الاستيراد. مش مهم مش مهم. اول حاجه دي زي ما انتم شايفين، آم، دي يعني الشوكولاته نفسها فيها بندق، يعني الشوكولاته الميكس بتاعها بندق، في حتت بندق. لكن دي عارف شايفين الغلاف اللي جوه ده بيبقى بطعم البندق، ده بيبقى كريمي كده يعني، حاجه طبقه شوكولاته يعني. ده متغطي بالشوكولاته، شوكولاته ساده متغطي بينها. ده يعني جوه كده طعم البندق مطحون جامد مع الشوكولاته. مش هتحسي بتاع البندق، مش هتحسي اصلا بحبوبيه كده بندق، بس هتحسي
بطعم البندق. عشان انا قبل كده يعني كنت جايبه حاجه زي كده، هبقى اوريها لكم، هبقى اعمل لكم بعد كده ريفيو عن انواع الشوكولاتات اللي انا بحبها. بس انا مش هجيب شوكولاتات تاني، دي اخر حاجه هجيبها عشان الدايت. هاكل كل اسبوع برضه يعني. انا طبعا وعيلتي هطلعها برا، وكل واحد اللي عايز ياخد باين عليها تبقى حلوه. في ايه تاني؟ تيك تاك دي تقريبا بكريز وفواكه. الاحمر دي كريز والاصفر دي بتبقى فواكه تقريبا. هحذفها لكم كده. صح زي ما قلت، كريز وفواكه. تعرفة سعرها 3 جنيه، 2 جنيه ونص، 4 جنيه كده. في منها نعناع، في أطعمة تانية كده هما من برضو منزلين طعم جديد. بس انا بحب اكتر الكريز طعمه حلو. سلسلة مفاتيحي دولفين، انا كنت دي واخداها هدية من بابا، جابها لي. انا بحب المفاتيح التقيلة عشان هما مفتاحين، فبحب المفاتيح التقيلة، فالدولفين تعجبني. وهالو كيتي، هالو كيتي كنت بصيف في مطروح، بحب مطروح جدا، كنت بصيف فيها. ففي هناك يعني زي كده زي مولات وحاجات كده، فلقيت دي فجبتها، ومن ساعتها معايا مفاتيح طبعا. نيجي بقى للشنطة دي. الشنطة دي هي قديمة معايا من زمان، بحبها جدا، تبقى هي الشنطة الأساسية في الشنطة. هفتحها قدامكم وأوريها لكم. أول حاجة دي يا بنات مهمة جدا في شنطة أي بنت ست. دي زي ده يبقى بص هوريكم الغلاف بتاعه. بص هو ده ورق بطاقة تواليت. لما تكوني بره وعايزة تخشي الحمام، اكيد يعني الحمام بتاع مول ولا بره مش هيكون زي البيت، فده ب3 جنيه. دي كنت جايبه فتح الله. لازم تكون معاكي، لازم تكون معاكي، مفيش بديل، تكون معاكي احتياطي. دي بقى كده بصوا هفتحها لكم. دي بصي يعني نص كده، تفتحيها تبقى غطاء تواليت زي دي كده. ما ينفعش ما تكونش معاكي. انا بتبقى معايا الكيسه كلها، عشان مثلا لو صاحبتي معهاش، احنا كلنا في اصحابنا معانا وانا اللي معرفاهم عليها، بس هم ممكن ينسوها، لازم تبقى معاكي. في ايه بقى هنا؟ انا تقريبا يعني شنطتي بتبقى مرتبه، هي مش عارفه هي دلوقتي عامله كده ليه، بس مرتبه على حسب الطقم اللي هتلبسيه. طبعا لازم يكون معاكي الروج. فانا النهارده كنت لابسه زي بطيخي شويه كده، فكنت ده غامق، باين في الشاشه فاتح بس هو غامق. هوريكم الدرجه بتاعته. في جليتر كده شويه، بيلمع شويه، بحبه برضو. جبته من فتره كده يعني، واستعملته، بس ما قلتلكوش عليه، نسيته. في ايه تاني؟ على حسب الطقم برضو. فلاش باك البلاشر، انا دي جايبه من ساندي، رقمها 2 تقريبا على ما اتذكر، 2. شفتوا؟ عاوزه كل حاجه فاتحه، قصدي غامقه ان انتوا شايفينها. درجتها تقريبا زي ما انتوا شايفينها كده، بس اغمق شويه. هي دي، خليها هنا. وفي ايه تاني؟ الكونسيلر ده لسه جايب، سوري، هو ده درجته. ده يعني بحطه يعني احتياطي معايا، مش اساسي. هو دلوقتي موجود، انا اتفاجئت بيه ان هو موجود. فرشة فاونديشن، انا عارفه ان هي مش فرشة فاونديشن، بس انا بحبها، بتوزع الفاونديشن بطريقه جميله جميله. دي كنت جايباها من الابراهيميه، مول في الابراهيميه تقريبا اسمه مينا، بس انا مش فاكره سعرها كام، يعني تقريبا 15 20. بحب اوزع بيها الفاونديشن، سهله جدا. بص ناعمه كثيفه، انا شايفاها كثيفه، بس هي بوزع. انا عندي فرشه فاونديشن
بس حبيت دي اكتر. بارفان جرين معايا، لسه حاطه قبل ما انزل عشان مش تقيل فباخده معايا. شفتوا فرشة فونديشن، بس بحب برضو فرشة الفونديشن التانية احسن اكتر منها. مبرد، في مبرد احتياطي معايا. هوريكم تقوية الاظافر. فاكرين ضوافري كانت طويلة في مشترياتي شهر واحد وماسك تقريبا، وطريقتي فامي سكويك كانت طويلة. انا قصيتها مخصوص عشان اوريكم ازاي تقويها من وهي قصيرة. ودي بحط بيها الفونديشن، قصدي سوري البلاشر من سنتي صغيرة. بحب الفرشة الصغيرة برضو ناعمة، شعرها صغير كده صغيرة. في ايه ده عطر سيدتي، كنت جايباه من سنتر بوينت، ريحته جميلة جدا. يا ريت لو اقدر اخليكم تشموه. بس هو عامل زي تقريبا الحاجات اللي هي بتبقى برفانات عطشة على بخور شوية، حاجات كده، بس بخور يعني خفيف. برفان ريحته حلوة جدا. انا بحطه مثلا لو مثلا اكلت بره ولا حاجة احطه، كان سهل على طول في ايدي كده، احطه على طول. في ايه، في مراية بنوتة دي برضه كنت جايبها من رواية، كنت جايبها ب10 جنيه تقريبا. بس كده هي كده خلصت. معلش هي مقطوعة انا عارفة، بس بحبها جدا. انا هبدلها ان شاء الله. بس دي كل الحاجات ثواني اشيلهم. بس انا عادة بتبقى شنطة مترتبة، بس هي النهاردة عشان حاجات كتير فمش مترتبة، عشان كمان تقدري توصلي للحاجة بسهولة. نقفلها عشان نرجعها شنطة تاني. في ايه تاني؟ في البرشام ده لما اجي اكل بره. انا عاده اصلا مش باكل بره، بس لما اجي اكل بره باخده عشان لو في اي حاجه في الاكل الواحد برضه مبقاش ضامن الاكل بره ايه، فبحب اخده معايا. لو مثلا حسيتي مثلا بعد الاكل بتعب خديه، فهيضيع التعب خالص. هو مضاد حيوي بس مش على طول، يعني مش تاخدوش على طول. يعني لو اكلتي بره وانت عارفه مثلا ان حاسه انت تعبانه، هيساعدك ان انت متحسيش مثلا بمغص وتعب في البطن. بجيبه ده تاني علبة معايا. سعره مش غالي، يعني انت لو حبيتي تجيبيه بس مش عارفة كام، ب8 جنيه حاجة كده او ب16 جنيه. بس كده هي كل الحاجات دي اللي كانت موجودة في الشنطة. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيس واشتراك في قناتي، وشكرا لمتابعتكم وباي.